السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن ال AI. زي ما انتم شايفين بقالنا كتير قوي بنعمل فيديوهات عن ال AI، وناس كتير ممكن بتسأل انا لسه ما بداتش اعمل اي حاجه، مش بستخدم حاجات زي تشات جي بي تي زي كلود، مش بعمل فيديوهات او صور بالاي اي، لسه مش عارف اي حاجه. فانا قلت اعمل الفيديو ده اتكلم معاكم فيه بس كده، يعني بحيث ان انا اشوف ايه اللي في دماغي واطلعه ليكم، عسى ان ده ممكن يفيد حد فيكم، او ان هو كمان ينبه حد فيكم ان هو المفروض يبدا يستخدم الاي اي. كمان يقول لكم على افكاري انا، لو انت شخص طموح وحابب ان انت بعد كده تبني شيء في عصر اي حد ممكن يبني فيه حاجه بالاي اي، فازاي انت تبني الحاجه بتاعتك انت، وازاي تقدر تستغلها وتبيعها وتستخدمها والناس كمان تستخدمها في وقت كل الناس ممكن تعمل نفس الحاجه دي. فدي بكل بساطه الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده. واول حاجه انا عايز اتكلم معاكم عنها وهي، شوف اول فيديو انا عملته وكنت بتكلم فيه عن الاي اي، وشوف اخر فيديو اللي هو قبل ده على طول كنت بتكلم فيه عن الاي اي، وشوف الفرق اللي ما بين الاثنين. من غير طبعا ما تشوف الفيديوهات دي ذات نفسها، خليني اقول لك ايه الفرق اللي كان موجود. اول فيديو انا اتكلمت فيه عن الاي اي كنت بس بتكلم على حته ازاي نقدر نستخدم الاي اي في ان احنا نكتب سكريبتات مثلا، تمام؟ ودي كانت الحاجه اللي بالنسبه لنا احنا كنا مبهورين بيها. لو جينا نشوف النهارده وايه اللي بيحصل في الاي اي، هتلاقي ان الاي اي ما بقاش مجرد حاجه عندها داتا كتير وانت بتبعت له سؤال فيرد عليك باجابه بناء على الداتا اللي عنده او على المعلومات اللي عنده. النهارده الاي اي هو ايجنت، هو موظف شغال معاك، ما بقاش حاجه بتسالها اسئله وبترد عليك من اللي عندها، بقى حاجه بتسالها اسئله وهي عارفه شخصيتك انت، عارفه ايه الاسئله اللي انت بتسالها، عارفه طموحك، عارفه ايه الشغل اللي انت شغاله، عارفه انت بتركز على ايه ومش بتركز على ايه، عارفه مين الجمهور المستهدف بتاعك. فبالتالي الذكاء الاصطناعي ما بقاش بوت او ما بقاش حد بتساله اسئله وبيرد، هو بقى موظف عندك، ممكن تطلب منه طلبات وهو يعملها لك. وده اللي احنا كنا بنعمله في الفيديو اللي فات. مثلا احنا بنطلب من كلود اللي هو اي اي، يعني تول بنستخدمها بنسالها اسئله، بس انا بطلب منه حاجات هو بيعملها لي بشكل جاهز وبيديني النتيجه من وانا في مكاني. كلود دلوقتي بقت تقدر تقول له اعمل لي حاجه في الكمبيوتر بتاعي وهو بيشتغل مكانك بكلود كورك. وطبعا اشهر حاجه دلوقتي معروفه في كلود وهي كلود كود، فكره ان انت تقول له ابني لي تطبيق معين او ابني لي ويب سايت معين، وهو بقى يبني لك الحاجه دي من غير ما انت يبقى عندك اي معرفه بالكودينج او البرمجه او اي حاجه لها علاقه بالباك اند والفرونت اند والمصطلحات اللي كانت يعني محتاج سنين مثلا علشان تتعلمها وتتقنها. فالشاهد في الامر دلوقتي ان انت بقيت لازم تستخدم الاي اي. ويعني انا بما اني بخاطب مثلا كونتنت كريتورز او فيديو اديتورز، فانت برضو كفيديو اديتور او ككونتنت كريتور محتاج تستخدم الاي اي، ولازم تستخدمه كمان، مش بس انت محتاج لحاجه زي كده. طيب هو انت دلوقتي يا محمد ليه بتقول لي انا ان انا لازم استخدم الاي اي؟ يعني ليه ما بتقوليش لو انت حابب تستخدم الاي اي استخدمه، لو انت مش حابب فبلاش؟ ليه بتجبرني ان انا لازم استخدمه؟ بكل بساطه علشان دلوقتي انا شايف ان ده هو السيم، هو ده الطابع على كل الناس دلوقتي اللي في المجال بتاعنا او في اي مجال تاني. مثلا زمان الناس كانت بتعمل نوع محتوى معين على يوتيوب، تمام؟ فلوجات مثلا، فبالتالي الناس التانية بقت عشان تواكب اللي بيحصل دلوقتي فبقوا كلهم بيعملوا فلوجات، فبالتالي ده الفورمات اللي هو معروف دلوقتي. طيب الفورماتس اللي كانت بتتطور، يعني فلوجات وبعد كده فيديوهات بروفيشنال وبعد كده مش عارف ايه ومش عارف ايه، جينا بقى لحد النهارده اللي هي الفتره دي الناس بقت بتعمل فيديوهات بتستخدم فيها الاي اي. اذا الاي اي دلوقتي بقى هو سيم، بقى في ناس بتيجي تطلب ان انا عايز اعمل الفيديو ده بالاي اي، تقول له طب ما انت الاي اي مثلا هيكلفك اكتر، ليه ما تعملوش مثلا متصور بكاميرا وفي حد بيتكلم وكده؟ هيقول لك لا انا شايف ان الناس اللي بتعمل فيديوهات بالاي اي مثلا بتجو فايرال. هو دلوقتي الاي اي بقى سيم وبقى دلوقتي هو اللي مطلوب، بس هو لسه مش في افضل اشكاله. الذكاء الاصطناعي يعني دلوقتي مش بيعمل احسن صور ومش بيعمل احسن فيديوهات، بس هو السيم. مثلا لو جينا نشوف سيمز تانية زي مثلا الكولاج ارت ستايل، الكولاج ارت ستايل هو عباره عن رسوم شكلها مش متقطع مظبوط، مثلا فيها تاثير الورق، فيها نويز، فيها حاجات زي كده. النويز في حد ذاتها دي مش حاجه حلوه في الكاميرا، يعني النويز دي من الناس ما بتحبهاش، ولكن بقى في سيم بقى مطلوب فيه النويز. فبالتالي دلوقتي احنا في سيم هو اللي حلو فيه هو الفيديوهات اللي بتطلع بالاي اي. ايوه فيها مشاكل بس هو ده اللي مطلوب منك تعمل صور بالاي اي، مطلوب منك تعمل فيديوهات بالاي اي، او مش كل الفيديوهات، فيديو زي اللي انت شايفه قدامك ده مطلوب منك مثلا ان انت تستخدم فيه حاجات بالاي اي. ومش بس الموضوع بقى واقف على حته ان انت تعمل صور وفيديوهات، لا احنا زي ما قلنا ان في فتره الناس كانت بتعمل فيها فيديوهات عاديه، بعد كده مثلا عملوا فلوجات، فاللي بقى مطلوب هو الفلوجات كمان. احنا دلوقتي في فتره مش بس اللي مطلوب منك انت ككرييتور او كفيديو اديتور ان انت تبقى شخص بتعمل فيديوهات، انت دلوقتي بقى مطلوب منك حاجات غير المحتوى او ان انت تقدم الخدمه بتاعتك للناس كفيديو اديتور مثلا. لو مش فاهم فخليني اقول لك ان دلوقتي بقى في ناس كتير بتعمل بلجنز وبتعمل تولز وبتعمل بريسيتس بتبيعها للناس، بس معموله
معموله بالاي اي، تمام. فبالتالي الموضوع دلوقتي ما بقاش بس في حته ان انت ممكن تعمل صور وفيديوهات، لا، انت ممكن تستخدم تول مثلا قويه زي كلود، تستخدم كلود كود علشان تعمل اب تديه للناس اللي بتتابعك ببلاش او بفلوس او ايا كان، وبس هم يستخدموه. لان كل الكريتورز اللي حواليك بقوا هم كمان بيعملوا كده، مش بس الناس بقت بتعمل ابس، لا كمان بقوا بيعملوا مثلا ويب سايتس، او بقوا بيعملوا ميني ويب سايت بيعملوا فيه خدمه معينه، زي مثلا تديله فكره فيديو يديك سكريبت، حاجات زي كده. فمش بس دلوقتي بقى مطلوب منك ان انت تعمل صور وفيديوهات، لا كمان بقى مطلوب منك ان انت تعمل حاجات تانية تفيد بيها الاودينس بتوعك او توفر على نفسك بيها وقت. بشكل عام انت المفروض تعمل حاجات كل الناس دلوقتي بتعملها، سواء كنا مختلفين مع حته ان الاي اي كويس ولا وحش، ولا هل هو هيستبدلنا ولا مش هيستبدلنا، ولكن هو ده اللي بيحصل دلوقتي. انا مثلا دلوقتي بستخدم الذكاء الاصطناعي او الاي اي في كل حاجه تقريبا. اي فيديو بعمله لعميل مش بعمله كله بالذكاء الاصطناعي بس، بعمل فيه لقطه مثلا بالذكاء الاصطناعي، بعمل فيه صوره معينه، تمام، بعمل فيه موشن معين بالذكاء الاصطناعي. الفيديو ده انا اللي منتجه وانا اللي شغال عليه على بريمير وافتر افكتس، ولكن بقى فيه انبوت الذكاء الاصطناعي، لان هو دلوقتي بقى بيديني ريزلت انا حابب ان انا اشوفها. ومش بس انا، لا كمان الناس بقت بتحب تشوف الريزلتس دلوقتي اللي بتبقى معموله بالاي اي. الويب سايت بتاعي بقى فيه حاجات كتير بس عباره عن اي اي واوتوميشن، علشان الموضوع ده بيسهل عليا كتير. فبالتالي لما طالب يشترك هو يدخل على طول الكورس ويتبعت له على طول الايميلات. ده مثال بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. في الاول انت كنت بتستنى ان حد مثلا يبعت لك ايميله علشان انت تبعت له الايميلات، دلوقتي لا، هو بمجرد ما بيسجل دخول هو خلاص دخل السيستم، وبقى بيتبعت له الايميلات اللي هو عايزها بالاي اي، بيترد عليه بالاي اي، بقى بيدخل التليجرام مثلا بالاي اي. ما بقاش انا مطلوب مني ان انا ادخل كل واحد بايدي. كمان في ناس منكم ممكن ما تبقاش عارفه، وهي ان انا عندي كووركينج سبيس، هي اللي انا بصور فيها دلوقتي يعني، بس ده جزء منها. والكووركينج سبيس دي فيها سيستم علشان ندخل العملاء ونطلعهم والمشتركين وكل الكلام ده. ده سيستم انا اللي عملته بنفسي بالاي اي عن طريق استخدام كلود كود. فهل انا كلمت حد قلت له تعالى اعمل لي السيستم ده، او شفت سيستم هشتريه مثلا بالاف الالافات علشان استخدمه للورك سبيس بتاعتي؟ لا، انا راجل لسه استابليشد، فبالتالي استخدمت الاي اي ان هو يعمل لي حاجه انا دلوقتي عارف اشتغل بيها وعارف ان انا اعتمد عليها. فالشاهد في الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا دلوقتي محتاجين نستخدم الاي اي مش بس علشان هو ما يستبدلناش، ولكن علشان احنا كمان نستخدمه في شغلنا ونستخدمه في مصالحنا. انت كفيديو اديتور بتحتاج تعمل فيديوهات كتير وعايز توفر على نفسك، تعال استخدم الاي اي علشان تعرف تطلع فيديوهات احسن. انت دلوقتي كبزنس اونر بدل ما كنت هتدخل داتا كتير وتفضل انت بقى تحسب فيها ودي زائد دي وتقسم ومش عارف ايه، اديها كلها للاي اي والاي اي نفسه هيحللها. محتاج تبني لنفسك سيستم وانت مش عارف، هتقول للاي اي وهو هيبني لك سيستم للحاجه اللي انت بتعملها او للحاجه اللي انت عايز تنفذها. مثلا مش عارف تستخدم نوشن، اربط نوشن بكلود او بتشات جي بي تي وقول له اعمل لي سيستم لنفسي يراقب مثلا التاسكات بتاعتي، هيعمل لك كده. قول له مثلا اعمل لي سيستم ينظم العملاء بتوعي، هيعمل لك كده. فبالتالي دلوقتي الموضوع ما بقاش واقف على حته ان انت لازم تستخدم الاي اي علشان لو ما استخدمتوش انت نفسك هتستبدل، لا، انت دلوقتي بقيت محتاجه في شغلك علشان هو هيفيدك وعلشان هو هيوفر عليك وقت وعلشان هو هيخليك شخص عندك ابيليتي اكتر في حاجات معينه انت ما كانش عندك ابيليتي فيها قبل كده. طيب خلينا نروح لحته مختلفه شويه دلوقتي، وهي حته ان خلاص هي دلوقتي الناس كلها عرفت الاي اي وعرفت ازاي تستخدمه، ومش بس الناس عرفت ازاي تستخدمه لنفسها، لا كمان عرفت ازاي تقدر تبني تولز تقدر تستخدمها وتبيعها لناس الناس دي تستخدمها. وانا في الحاله دي بتكلم على ناس منكم اكيد فكروا في الفكره دي، وبتكلم على نفسي انا كشخص طموح. يعني انا كنت قلت في فيديو امبارح او اول امبارح، يعني لو انت بتشوف الفيديو ده بعد الفيديو اللي نزل المره اللي فاتت، كنت بقول ان انا كان في تول كان نفسي اعملها. التول دي تكتب برومبت في الافتر افكتس وهي اللي تعمل لك الانيميشن والموشن بقى والليرز والكلام ده كله، ودي فعلا انا كان نفسي اعملها واستخدمت فيها الاي اي، ولكن في الاخر انا فشلت، ولكن في حد طلع تاني وعملها. فالشاهد هنا هو ان انا كان عندي طموح وبدات اشتغل على البروجكت ده، وكنت حاسس ان انا ممكن ابقى قريب منه، وكنت فعلا في فتره هبقى قريب منه، ولكن في حد تاني عمل الفكره دي والفكره دي اشتغلت معاه، وهم مثلا هيجز فيلد عملوها. طيب دلوقتي انا شغال على فكره تانية مش عايز اتكلم عنها يعني، بس في فعلا فكره انا شغال عليها، شايف ان انا من الفكره دي هحل مشكله عند اديتورز كتير وعند كلاينتس كتير، ودي حاجه مثلا جايه لي بما ان انا في المجال وعارف المشاكل اللي موجوده ما بين الناس دول وبعضهم. بس فانت دلوقتي لو شخص طموح، تمام، عندك طموح ان انت نفسك تبني تول او حاجه زي كده، فخليني اقول لك على الافكار اللي في دماغي، بما ان انا جربت اعمل حاجه زي كده وايا كان فشلت او نجحت فيها، ولكن انا بشارك تجربتي. انا شايف ان الفتره الجايه هنشوف تولز كتير قوي كلها معموله بالاي اي، وكمان ما بقاش في حاجه ممكن تمنع حد ان هو ينافسك، لا، كل الناس بقى عندها نفس الاداء، وكل الناس دلوقتي عندها كلود وعندها اشتراك كلود وعندها كلود اوبس وعندها كلود فيبل 5. وعايز اقول لك ان احدث التولز دلوقتي بقت عند كل الناس سواء. طيب هو دلوقتي الميزه اللي جايه دي هتبقى فين؟ الميزه اللي جايه هتبقى في حته الافكار، حته ان انت ايه الفكره المختلفه اللي عندك اللي انت عايز تطلعها، تمام، وكل واحد بقى هيبدا يبان الفكره الشاطره اللي هو كان نفسه ينفذها، وهتبدا تبان بالنسبه لناس كتير. يعني مثلا لو انت دلوقتي عندك فكره وخلاص اشتغلت على الفكره دي وطلعت فكره مختلفه واحنا شفنا الفكره دي، فاحنا هننبهر دلوقتي بالفكره
الفكره اكتر من التنفيذ، كل دلوقتي بقى عارف ازاي ينفذ. كمان في حاجه مختلفه وهي حته ان انا شايف ان بعد كده التولز عامه سعرها هيرخص. مثلا تول زي نوشن اشتراكها مثلا لو كان $10، انا شايف ان الفتره الجايه مثلا المفروض يخلوه 5. تمام. وتول تانية مثلا انا بستخدمها اسمها ميرو، بتعمل دايجرامز وكده، مثلا اشتراكها $20، انا شايف ان هي الفتره الجايه المفروض تبقى برضه اشتراكها 5. طيب ليه التولز دي المفروض اشتراكها يقل من وجهه نظري؟ وليه اي تول دلوقتي انا المفروض هعملها اشتراكها هيقل؟ وده علشان خلاص زي ما قلت كل الناس دلوقتي بقى عندها قدره ان هي تبني تول، فبالتالي انت شفت التول اللي انا عملتها، ايه المانع ان انت تبنيها هي توفر على نفسك فلوس؟ مفيش اي مانع. فبس المكسب هيكون من حته ان احنا ننزل سعر التولز، هو حته ان انت مش بس توفر عليا السيرفرز وكده، لا انت هتوفر عليا مجهود ان انا اعملها. فمثلا لو انت عندك التول دي بتعمل حاجه معينه والتول دي سعرها $20، انا ممكن اعملها هي واشغلها عندي على الديسكتوب مثلا ب$5 اشتراك، فبالتالي انا هقول تمام انا هعملها بال$5. ولكن لو التول اللي انت عاملها دي مثلا سعرها $3 وانا علشان اعملها انا محتاج $10، فبالتالي انا شايف ان انا لما اشترك معاك فبالتالي انا بوفر على نفسي وانت بتكسب، وفي نفس الوقت انا وفرت على نفسي وقت ومجهود وبقيت بستخدم نفس التول دي. فاتمنى الفكره دي تبقى واصله لكم، فكره ان خلاص دلوقتي اي حد هيعمل تول المفروض يقلل السعر قوي لدرجه ان هو يبقى مثلا فيه هامش ربح بسيط، والباقي كله للسيرفرات والحاجات اللي زي كده، علشان التولز اللي هتتعمل من الفتره اللي احنا فيها دي ممكن اي حد تاني يعملها. انا هاخد فكرتك زي ما هي وهحطها عندي وهبدا اشتغل عليها وهنفذها وعادي هتبقى شغاله عندي وببلاش. واخر حاجه قبل ما اقفل الفيديو وهو سؤال عندك دلوقتي، لو انا ما بداتش اعمل اي حاجه بالاي اي، ولا عملت صور ولا عملت فيديوهات ولا عملت ويب سايت ولا عملت تولز ولا في فكره جات لي في دماغي من الاي اي، فازاي انا دلوقتي اقدر اواكب اللي بيحصل دلوقتي؟ وخليني اقول لك هنا ان الموضوع في احسن حالاته او في اسهل حالاته، كل اللي عليك علشان تواكب في الاي اي والحاجات اللي بتحصل ان انت تدخل تشوف وتتعلم الحاجات اللي انت بتشوفها على يوتيوب. دلوقتي اكتر فتره فيها محتوى ببلاش ممكن تشوفه وتتعلم منه، وده علشان الناس لسه بتنبهر بالاي اي، فاللي بيجرب احدث موديل بالاي اي بيجي بيقول لك هو استخدمه في ايه وايه النتيجه اللي طلعها. دلوقتي لو بتالف في الريلز هتلاقي مثلا واحد بيقول لك يعني شوف الويب سايت ده انا عملته ازاي، ولو عايز تعرف تعمل زيه هتلاقيني سايب لك سكيل ببلاش. فدلوقتي هتلاقي كل حاجه ليها علاقه بالاي اي ببلاش علشان الناس لسه بتنبهر بالتولز دي جديد، ولسه الموضوع ما وصلش لحته ان هو ممكن يبدا يتظلم عليه علشان مثلا الناس تيجي تقدم فاليو بفلوس وتحطها في كورسات وكده. بس فادخل اتعلم، شوف الحاجات اللي قدامك، شوف الناس بتعمل الصور ازاي بالاي اي، اعرف اكتر عن ازاي تعمل فيديو باستخدام هيجز فيلد، وازاي تعمل شخصيه في فيديو تفضل ثابته في كل اللقطات، اعرف ازاي تعرف تعمل لنفسك ويب سايت بالاي اي، اعرف ازاي تعمل لنفسك سيستم تدير بيه حياتك وتدير بيه العملاء بتوعك باستخدام الاي اي، اعرف ازاي تكتب برومبت الفكره انت شفت ان حد عاملها بس الفكره دي بفلوس غاليه عليك وانت عايز تعملها تشغلها لنفسك وتستفيد بيها بس ببلاش. وكل دي معلومات انت هتلاقيها على النت، ودي حاجه انا واثق فيها. ولو عندك اي مشكله في حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي فيعني ممكن تبعت لي مثلا على الانستجرام. يعني الحمد لله انا ربنا موفقني في الحاجات اللي انا بتكلم فيها ان انا بالفعل جربتها وعملتها بنفسي. فلو انت عندك مشكله في اي حاجه ان انت حاولت تعملها ولكن فشلت فيها ممكن تبعت لي، وباذن الله يعني ربنا يوفقني ان انا ممكن اساعد حد فيكم. مش بعمل كده تسويق لاي حاجه والله، بس فعلا انا يمكن جربت شويه في الحاجات دي فقشطه انا عندي قابليه ان انا ممكن ادي حد معلومه ممكن ما تبقاش عنده. وبس كده، اسف جدا لو رغيت في الفيديو ده، اتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا حاجه او ابقى انا زرعت فكره كده في دماغكم ممكن الناس تبدا تفكر من بعدها. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.